جماعه ممكن ال 100 جنيه تاكلني فرايد تشيكن؟ قبل ما اقول لك ازاي تاكل ب 100 جنيه فرايد تشيكن، عايزك تحط اللايك الجميل، وانا حسام مانو، وما تنساش تعمل فولو. وتعالى نعرف النهارده ال 100 جنيه دي ممكن تاكلنا ايه. ريد روستر او الديك الاحمر. فنشوف بقى عمو الديك الاحمر ده ياكلنا ايه عنده ب 100 جنيه. اول حاجه هتاخد 3 قطع فراخ مع واحد كايزر وصوص، ودي يعتبر شايفها وجبه اقتصاديه عامله 99 جنيه. تاني عرض في اول يوم افتتاح، تاخد المره دي 6 قطع ستريبس مع عيش وصوص، فده بالنسبه لاول يوم افتتاح. بالنسبه بقى للاوبننج بتاعهم فهو يوم 20/6، فاحنا اتكلمنا على عرضين لاول يوم. تعالوا بقى نشوف العروض التانيه في اليوم التاني. اول عرض هتاخد 2 ساندوتش راب. عايز اقول لكم اقسم بالله مفيش حلاوه كده. سندوتشات الراب عندهم بتفكرني بالمطاعم المقاطعه اللي احنا كنا بناكل فيها اصلا راب، فانا بصراحه كنت مدمن السندوتشات دي زمان، ولكن خليني ابصم ده احلى سندوتش راب ممكن تاكله. فالعرض ده جايبهولك ب 99 جنيه، والله ادفع 200 للكواليتي والطعم. نيجي لتاني عرض لليوم التاني، تاخد 2 تشيكن راوند او ممكن تاخده سوبريم ب 149 جنيه. جماعه المكان ده انا هبات فيه حرفيا، فعايزك تحفظ العروض وتروح يوم 20، وبالمره اخدك معايا دلوقتي في كيتشن ريد روستر ونشوف بقى الكواليتي والطعم وطريقه التحضير، لان عايز اقول لك ان اتفقت مع اي صاحب مطعم من ضمن بند التصوير عندي ندخل نشوف المطبخ. فما شاء الله بالنسبه للهيجين بتاع المطعم حاجه محترمه، فممنوع الاقتراب والتقليد، وده شعار ريد روستر. فالديك الاحمر عمل لك برجر بطريقه كرياتيف، وهو انه جاب العيش التورتيلا وبدله بالعيش البن، يعني تورتيلا وصوص مع بصل حلقات مع برجر مع تشيز مع فلفل الوان، واخدين طعم السموك على الجريل وناتشوز، وبعد كده بيقفلها وبيحطها لك كده جوه السلمندر، وبتطلع لك بالشكل الجامد اللي انت شايفه ده. عايز اقول لك ان بصراحه حبيت الفكره، والبرجر التيست بتاعه كان خفيف وطعمه كان جامد، وحسيت فعلا بفرق عيش التورتيلا بعيش البن اللي احنا عارفينه. ولقيتهم كمان بيعملوا اللود اد فريسكس، ودي بتبقى فرايز فريسكس مع صوص تاكسس وصوص روستو وبيف بيكو. فبصراحه انا عايز اقول لك ان ريد روستر بيعمل عظمه. بالنسبه للفرايد تشيكن اللي متغرقه بالصوص الجبنه، ولا البرجر برجر بصوص البيستاشيو، ولكن الصوص البيستاشيو هنا هو حادي مش معسل زي الناس التانية. انا حاسس بطعم الفستق بامانه، وفي الهوي منه فيه. عايز اقول لك برضو ان هم عاملين باكينج جامد جدا للصوصات، والصوصات كلها كان طعمها فعلا متميز. ده غير بقى البوب كوردن، ودي الكور اللي انت شايفها قدامك دي بصراحه كان طعمها جمدان. فريد روستر في الهوي منه فيه. ولو انت عايز تلحق العروض يوم 20 و21 هتنزل الماريوتيه فيصل قدام مستشفى تبارك، هتلاقي ريد روستر، وريد روستر في الهوي منه فيه. حبيبي يا قلبي.